السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل الفسيخ. طريقة عمل الفسيخ سهلة خالص، بس تتبعي الخطوات واحدة واحدة كده هتلاقيكي بتعملي احلى فسيخ، وطبعا انضف 100 مرة، انضف من الجاهز 100 مرة. اول حاجة بنعملها بنغسل السمك البوري وتتأكدي ان هو طازة مش مجمد، بنغسله كويس جدا جدا. وبعد كده بنجيب مثلا ازازة او دورق زي ده، نكون يعني مش بنستخدمه قوي، ونحط السمك كده على راسه، يعني نقلب السمكية كده لتحت. الحركة دي بتعمل ايه؟ بتخلي السمكة تصفي كل الدم اللي فيها. تلاقي السمكة الدم اللي فيها كله بينزل من عند الراس كده، وبينزل طبعا في قاعدة الازازة او في قاعدة الدورق اللي انت حاطة فيه السمك بالمشقلب كده. فاهميني؟ فالحركة دي بتخلي الفسيخة نظيفة وما بتبقاش ريحتها صعبة، زي ما انتوا في ساعات فسيخ تجيبيه بيبقى ريحته اصعب مما تتخيلي، لكن ده بيبقى متخلل وطعمه فسيخ وكل حاجه، ولكن ريحته مقبوله جدا. الدم ده بيعمل ريحه مش حلوه ابدا جوه الفسيخ. هو كده كده بيرجع ينزل تاني في الميه بتاعه التخليل، ولكن الافضل ان انت تعملي الحركه دي. بسيبه على راسه كده مثلا بتاع ساعتين 3 لحد مثلا لما اخلص اللي في ايدي، وبعد كده بجيب مثلا صينيه ولا حاجه افرده عليها. شايفين كميه الدم اللي نزلت منه؟ بجيب صينيه بقى وبفرد عليها الفسيخ زي ما انتم شايفين كده. تمام. هعمل ايه بعد كده؟ هاخده اغطيه مثلا بشاشه او بقطعه تل او بطرحه شفافه كده تكوني ما بتلبسيهاش، وحطيه في الشمس. طيب الحركه دي ممكن نستغنى عنها؟ ممكن تستغني عنها. اغسليه بميه دافيه، يعني اغسلي الفسيخه بميه دافيه مش سخنه، ميه دافيه كده. وما تحطيهوش في الشمس، ده لو انت مش حابه ان انت تعملي الحركه بتاعه ايه، الانتفاخ بتاع السمكه دي. طيب حطيته كده بقى زي ما انتم شايفين، جبت طرحه وغطيته بيها، وهحطه في الشمس كده. مش بغيب عليه في الشمس، بحطه مثلا حوالي ساعة زمن كده. الحركة دي بتخلي الجلد بتاعه بينشف وبيتنفخ شوية. بيفرق في التخليل؟ بيفرق معايا. طيب في فرق بين اللي بيتحط في الشمس واللي بيتغسل بميه دافيه؟ لا. لكن لو انت ما غسلتوش بميه دافيه وحطيتيه كده على طول في الملح، بيغيب معاكي شويه في التخليل، وكمان بيبقى ناشف شويه. ده عن تجربة، يعني دي اللي انا عملته، يعني انا بعمله بقالي كذا سنة على الوضع ده. يا اما اغسله بمية دافية، يا اما ان انا احطه شوية كده في الشمس. بعد كده بقى، بعد ما خلاص بقى جبته من الشمس، بجيب بقى مناديل او قطعة قماش او فوطة او اي حاجة بقى، تمسكي بقى الراس بتاعة الفسيخة، المكان اللي هو بتاع الخياشيم ده، وتنشفيها كويس جدا. ما تسيبيش فيها ولا نقطة مية ولا دم ولا اي حاجة. بصوا المنديل بيشرب مية او دم قد ايه، بيبقى نازل برضو لسه من الفسيخ. وبنشفه كويس خالص خالص. وبعد كده ببدأ احضر بقى الحشوة بتاعة التخليل او الملح يعني، والكركم والشطة والحاجات اللي احنا بنحطها لتخليل الفسيخ. بصوا كده دي الكمية اهي. بعد ما نضفت الراس بتاعتها ونشفت كل المية اللي عليها، غسلت الصينية بقى تاني، وهبدأ بقى اجيب الملح بتاعي. طيب انه احسن، ملح الخشن ولا الناعم؟ الملح الخشن طبعا افضل. طيب لو مش متوفر عندي، مش هعرف اعمله، اكيد طبعا لا، هتعملي عادي بملح العادي خالص اللي هو الناعم ده. دول تقريبا حوالي 3 كيلو، 3 كيلو بوري. تمام. هاخد عليهم حوالي كيس ونص من الملح. طيب قبل ما اعمل الحركة دي، انا باخد الفسيخة، بصوا بمشي ايدي عليها مش بفعصها، يعني مش بمسك الفسيخة مثلا ادعكها جامد، لا، زي ما اكون بعمل لها مساج كده، ايه، على الهادي كده. بصوا انا مش بضغط على الفسيخة افعص فيها، لا، بطري الجلد بتاعها مع اللحم. فاهميني ازاي؟ كده يعني الصورة ايه مبينة انا بعمل ايه. بصوا على الهادي كده اهو، بعمل كل الكمية اللي معايا بقى بالطريقة دي.
جبت بقى معايا دول كيسين ملح، بس انا مش هستخدمهم كلهم، وهقول لكم بالظبط طالع مظبوط يعني على قد ايه ملح. انا حطيت بعد ما كنت هحط الكيسين دول قلت لا خليني احط ايه، يعني فضيتهم على بعض بس ما استخدمتهمش كلهم. جبت الكيسين، بتجيبي حاجه بقى تفضي فيها علشان تحطي معاه شويه كركم. الكركم ده بيدي الفسيخه اللون الاصفر الجميل اللي هو بيبقى زي الجاهز. وتقدري تحطي شطه ناشفه، لو ما عندكيش شطه ناشفه مش مشكله، بس الشطه الناشفه اللي هي الحراقه بتديله نكهه حلوه كده. عارفه بيبقى الفسيخ متخلل وفيه كده ايه حبه حرقيه كده، بيبقى شكل بيبقى طعمه حلو قوي. فانا حطيت الكيسين وهجيب عليهم كده حوالي يعني معلقه كده من الكركم اللي هو الاصفر ده، وهقلبه كله على بعضه بقى، وهبدا احشي راس السمك كويس جدا. بصوا كده قلبت الكركم على الملح، هبدا احشي راس الفسيخه. طيب بنحط الملح فين بالظبط؟ يعني بنرشه كده فوق وتحت؟ لا، اهم حاجه راس الفسيخه تكون مليانه ملح، لان اعزكم الله ممكن ان الفسيخ يدود منك ينتن، فاهميني ازاي؟ فطبعا تبقي كده ضيعتي الدنيا، يبقى كل ده عمرك طبعا ما هتقدري تستعمليه او تاكليه، هترميه. فراس السمكه اول ما بتتملى كده بالملح بتمنع انها ايه تعمل عفن او تدود. الملح طبعا ماده حافظه قويه جدا. فبصوا بتملي راس الفسيخه ازاي، ومن قدام برضو كده حطي. طيب اشمعنى المكان ده بالذات؟ لان المكان ده هو اكتر مكان بيترسب فيه الدم والميه، فلو فضلت متكونه فيها يوم والتاني التالت الرابع هتبصي تلاقي الميه دي اتغيرت او الدم ده اتغير وعمل عفونه، وطبعا الفسيخ كده باظ. عملت بقى كل الكميه، واهم حاجه بقى التقفيل الممتاز. تقفلي بقى بكذا كيس، ولو عندك الاسترتش راب بتقفلي بيه كذا مره ورا بعض كده، وتحطيهم في علبه محكمه الغلق زي انا ما هعمل كده، وبتسيبيه. في الصيف اللي احنا فيه ده بياخد بالظبط 5 ايام، مش قليل، لا مش قليل خالص، بياخد 5 ايام بالظبط. ولكن لو في الشتاء بيقعد معاكي بقى ممكن يقعد 15 يوم كده، يعني في الحدود دي. بس كل يومين بقى بتقلبي الكيس مرة يمين مرة شمال، مرة تقلبي اللي فوق تحت وهكذا، ولكن ما تفتحيش عليه، تطمني عليه بس كده وتقفلي عليه. لو العلبة بتاعتك حسيتي ان في اي ترسب للمية بتاعة الفسيخ جواها، بتفتحي العلبة تطلعي كيس الفسيخ وتفضي المية اللي ترسبت جوه العلبة. فاهميني ازاي؟ لان المية دي نازلة ما فيهاش ملح ولا بتاع، فممكن تبوظ، يعني ممكن المية الراكدة اللي جوه العلبة دي تقلب ريحة الفسيخ وتبوظه. فانت لو المية خرت من الكيس ونزلت في العلبة بتفضيها وتنشفي العلبة كويس وترجعي تحطي فيها الكيس تاني. بس كده، دي طريقة عمل الفسيخ، وجربوه على الطريقة دي على ضمانتي، ممتاز جدا. وعلى فكرة هو استوى واحنا بناكل منه كمان في الوقت اللي انا بصور لكم بسجل لكم الصوت فيه ده، هو الحمد لله استوى وزي الفل. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.